عندي سؤال دلوقتي بيقول أعمل إيه لو حلم من أحلامي ضاع؟ هو الحقيقة هو سؤال حلو ومؤلم في نفس الوقت. الحلو اللي فينا عندك أحلام لسه وقادر إنك تحلم. المؤلم إنه كل حلم بيضيع مننا هو حتة مننا بتنكسر أو حتة مننا بتنطفي وبتضيع. فأول حاجة اسمح لنفسك بمساحة للحزن وقول أنا حزين علشان الحلم الفلاني ضاع، عيط ابكي. ده بتطلع كل مشاعرك تجاه الحتة اللي منك اللي ضاعت أو اللي راحت. بعد ما تعمل ده ابدأ اسأل نفسك أنا اتعلمت إيه من التجربة دي؟ التجربة دي طلعت من جوايا إيه؟ يمكن عرفتك على منطقة ضعف ما كنتش تعرفها قبل كده. يمكن وريتك قد إيه أنت كنت مثابر وبتجري ورا حلمك حتى لو محققتوش. يمكن تكون عرفتك على ناس أو وريتك طبيعة ناس أنت ما كنتش تعرفها. فابدأ شوف إيه الدرس اللي اتعلمته مع الحلم اللي ضاع ده. تالت حاجة دور على البعد الأعمق للحلم. ممكن يبقى البعد الأعمق له علاقة مثلا الاستقرار أو الأمان أو الفلوس. دور إيه البعد الأعمق للحلم. آخر حاجة دور على حلم جديد أو دور على مساحة جديدة أو طريقة جديدة تحقق نفس الحلم أو يمكن تبقى بتحلم حلم تاني. ربنا يحقق لكم كل أحلامكم يا رب إن شاء الله.